جمهورية طماطمستان، الشعب هناك بيقدس الطماطم وما ينفعش حد ياكلها أو يقطعها وإلا الطماطم هتغضب عليه. في مواطن بقى في الجمهورية دي جاله عقد عمل في الخليج. أول ما وصل هناك دخل مطعم عشان ياكل، الراجل تعبان من السفر فعايز ياكل فطلب سلطة، وكانت الصدمة الكبيرة واكتشف إن السلطة فيها طماطم متقطعة. يا نهار يا نهار، اتعصب جدًا، إزاي يحصل كده؟ أنتم إزاي بتعملوا كده في الطماطم؟ وهنا بقى نقف شوية، هو الطبيعي عشان هو بيقدّس الطماطم إن كل الناس تعمل زيه؟ زي بالضبط أنتِ مش عاجبِك لبس صاحبتِك فما ينفعش يعجب حد، وكإننا ما ينفعش نعيش من وجهة نظر تانية أو رأي مختلف على أساس إننا الصح المطلق يعني. المشكلة إن الموضوع ما بيوقفش على أفكارنا بس، ده كمان في ردود أفعالنا. المواطن اللي كان متضايق علشان الطماطم هو مستغرب إزاي الناس مش متضايقة زيه، وده بقى بنشوفه كتير في حياتنا. الخلاصة هنا يا ريت تبقى عارف إن في نسبية في الأفكار، وافتكر دايماً إن مش كل الناس بتقدس الطماطم.